ايه الجمال ده؟ اسهل واسرع طريقة جلاش ممكن تعمليها. بصوا الجمال. بصوا توريقة الجلاش معايا، انا هقولك ازاي تعملي الجلاش ده في 10 دقايق بس. بصوا شايفين شكل الجلاش حلو جدا. تعالوا نشوف كده هنعمل مع بعض ايه. نبدأ مع بعض كده بسم الله. انا هنا معايا لفة جلاش. لفة الجلاش بتاعتي هنا مقسماها، اخدت كل 4 ورقات وحطيتهم على جنب. معايا هنا الحشو جوز هند والتاني. لو مش عندك هقولك هنعمل ايه. انا هنا جبت اول 4 ورقات معايا. انا هنا ولا حطيت سمنه ولا زبده ولا اي حاجه. هنزل كده بالمكسرات بتاعتي، احطها في النص وابتدي الف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مفيش اسهل من كده. بس وهبتدي بقى احطها في الصينيه بتاعتي هنا، وبرده هنا الصينيه بتاعتي انا مدهنتهاش اي حاجه. وبعد كده هجيب ال4 ورقات التانيين معايا، وبرده هنزل بالمكسرات كده وابتدي الف بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحطها معايا في الصينيه برضو. تمام. هجيب بقى ال4 ورقات دول، انا مش هحط فيهم اي مكسرات، هلفهم برضو بنفس الطريقه وهحطهم معايا. وكده انا خلصت معايا الصينيه زي ما انتوا شايفين كده وقطعتها. معايا هنا بقى كوبايه الا ربع سمنه، ومعايا معلقه بيكنج باودر، وهبتدي اقلب بقى عشان هو ده السر معانا اللي هيخلي الجلاش بتاعنا يورق. ودي نزلت بالسمنه اهو، هبتدي اوسعها في الصينيه كلها. انا بقى مولعه معايا الفرن، هروح احط معايا صينيه الجلاش وارجع اوريها لكم. وادي شكل صينيه الجلاش بتاعتي بعد ما خلصت اهو زي ما انتوا شايفين. هنزل بقى عليها بالشربات. الشربات بتاعي هنا يكون بارد والقوام بتاعه تقيل. هنا الشربات بتاعي معايا كوبايتين سكر، كوبايه ميه وعصره ليمونه. تمام. هنا الجلاش كان سخن والشربات بارد. ودي شكل الجلاش معايا اهو زي ما انتوا شايفينه. هقدمه بقى واوريكم شكله. بصوا ما شاء الله تحفة بصراحة. متوقعتش النتيجة ان يطلع مورق وجميل جدا. ويطلع معايا بالجمال ده. لا حرفيا طريقة تحفة، مش تاخد معاكم اي وقت وسهلة وبسيطة جدا.